والأمطار بهذا الملعب. الآن تلعب بهذا اليوم بنفس التوقيت مباراة الميناء وزاخو، أيضا هي مباراة مؤجلة لحساب الجولة 29، أجلت في ذلك التوقيت بسبب مشاركة زاخو بكأس أبطال الخليج عندما كان وصل إلى النصف النهائي وخرج أمام فريق الشباب السعودي بركلات الترجيح. والآن مباريات المؤجلة اليوم تنتهي، وبعد ذلك يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى ستنطلق الجولة قبل الأخيرة، الجولة 37. حتى هذه اللحظة نفط ميسان متقدم بهدف نظيف. فريق النجف اتاحت له فرصة بأن يعدل وعدل، لكن الهدف كان أبيض من حالة تسلل. وبالنسبة لنفط ميسان وصلوا لأكثر من مرة لمرمى الحارس مصطفى زهير، لكن تألق بواحد الحارس، ورأسية واحدة من كريست كوفاما تحولت إلى خارج الملعب. الآن الشوط الثاني، هل تتغير الأمور؟ هل نشاهد أشياء مختلفة؟ هل يسجل نفط ميسان هدف ثاني؟ هل يسجل النجف التعادل؟ هل تبقى 1-0 حتى النهاية؟ كل هذه الأمور لا زالت معها علامات الاستفهام، والإجابة بأقدام اللاعبين. تحدث عن لاعبي نفط ميسان ولاعبي فريق النجم. مخالفة الآن لغزلان البادية، أجروا تغيير اضطراري بشوط اللقاء الأول بمغادرة اللاعب سجاد علاء ومشاركة اللاعب رضا فاضل هداف الفريق. كرة تصل الآن من اليسار، المحاولة اللي لا زالت أمام ناثانيل ننجولو اللاعب الكاميروني، لكن بعد ذلك تعود من هذه المساحة والتسديدة القوية، لكن مرت على مرمى الحارس أمجد رحيم. تصويبة قوية من هذه المسافة البعيدة عن طريق اللاعب عبد الله حسن اللي جرب حظه، لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب. الشوط الثاني حكاية أخرى لم تنتهي بعد أن انقضى شوط اللقاء الأول. حتى هذه المباراة النجف حقق فقط 5 انتصارات، تعادل ب4 وخسر ب26 مباراة. أما بالنسبة لنفط ميسان حقق 9 انتصارات، تعادل ب10 لقاءات وخسر ب16 لقاء. تأهل إلى الدور 16 ببطولة كأس العراق، وسيواجه فريق الزورق بانتظار الإعلان عن مواعيد اللقاءات بعد نهاية الجولة 38. هذه اللقطة اللي كان من خلالها متسلل لاعب فريق النجف. هذه اللقطة كان متسللا لاعب فريق النجف كما شاهدنا بلقطة الإعادة، وبذلك الكرة تصل لنفط ميسان. قدم موسما يعني لم يكن مرضيا كما حصل بالموسم السابق اللي أنهى بالمركز 11 برصيد 51 نقطة، حقق من خلاله 14 انتصار مع 9 تعادلات وخسر ب 15 مباراة. هكذا هي حصيلة فريق نفط ميسان. أتحدث عن الموسم السابق، اي نعم هو تعرض لخسارات بالموسم السابق ثقيلة، امام الشرطة 4-0، امام النجف 4-1، وامام دهوك كذلك 2-0. وبالمناسبة لقاء الذهاب انتهى بانتصار نفط ميسان هذا الموسم. هذه الكرة الآن متابعة لا زالت لفرسان المملكة. محمد سلام بهذه المساحة يخسر الكرة والكرات العالية، لكن ناثانيل نانجولو يتدخل بالكرة الماضية. الكرة لا زالت سريعة بهذا التوقيت، اصطدت بأحد لاعبي فريق النجف. سلامات هنا المتابعة، الثاني قريب، تصويبه الله، ومن غير السنغالي ديمي داوود يسجل الثاني لفرسان المملكة من أجل البقاء، من أجل الابتعاد عن قاع الهبوط. هنا ديمي داوود يسجل الثاني، وهنا لاعب فريق النجف مستلقي على أرضية الملعب. سلامات داوود يصل إلى هدف رقم 14 هذا الموسم رفقة فرسان المملكة. احتفالات حاضرة على المدرجات وفرحة كبيرة لعشاق الكرة هنالك في ميسان. هنا الكرة اللي اصطدت وقدمها إلى كريست كوفاما، وبعد ذلك التمريرة ولا أروع، وهدف ثاني لفرسان المملكة. شوف الانطلاق، كريست كوفاما قدم لك كرة ولا أروع، ديمي داوود
يعرف تماما طريق المرمى ويسجل هدف ثاني بشباك النجف. هدف ثاني لديمي داوود، احتفال مع التونسي نسيم صيود، وهنا فقار عبد، وهنا الأحداث التي تغيرت مع هذا الهدف، وهنا الفرحة على المدرجات. الله على الجماهير الميسانية، الله على عشاق فريق نفط ميسان. للتو كنا نتكلم عن الحصائل التهديفية عن الموسم السابق، لم نكمل. إذن نذكركم بأن ديمي داوود اليوم سجل هدفين، هو سجل أيضا هدفين بلقاء الذهاب. بلقاء الذهاب انتصر نفط ميسان ب4 أهداف مقابل هدفين، سجل ديمي داوود هدفين وعلاء سعد هدفين. وبالنسبة لفريق النجف سجل الهدفين رضا فاضل ونسيم صيود. أو نظرات من الحزن، هكذا هي كرة القدم، ليست كل لياليها مليئة بالفرح. بالتأكيد فريق النجف ليس من الفرق السهلة، بل هو فريق صاحب تاريخ عريق، وهذا الهبوط الأول خلال مسيرته اللي امتدت عند الوصول الأول بموسم 1987. كرة تعود الآن من اليمين، وبعد ذلك ناثان نانغولو يمر بصورة ممتازة والتمريرة السريعة، لكن هذه المرة بعيدة كل البعد إلى رمية جانبية بهذا التوقيت. مرت على اللاعب علي لطيف نسيم صيود، اللاعب التونسي نسر من نسور قرطاج متواجد بدورينا. كرة تصل من اليمين الآن، عملية البحث عن المساحات. فريق النجف الآن هل بعد أن كان يبحث عن هدف لتعديل النتيجة الآن سيبحث عن تقليص النتيجة، إلا إذا لم يسجل فريق نفط ميسان هدف ثالث بهذا اللقاء. إذا مخالفة واحتجاج من اللاعب عبد الله حسن على قرار الحكم محمد صلاح. نذكر بأن آخر 5 لقاءات لفريق نفط ميسان تعرض لخسارتين أمام زاخو ودهوك، وحقق انتصارين على النفط والقاسم، وتعادل أمام القرمم. أما بالنسبة لفريق النجف 3 هزائم أمام الكهرباء وأربيل والكرخ، وتعادلين أمام أمانة بغداد وزاخو. 5 لقاءات أخيرة لم يحقق النجف انتصار، وبذلك بطاقة صفراء على اللاعب ندوكا جونيور اللاعب النيجيري لاعب فريق النجف. هنا كرة تصل من الطرف الأيمن، نسيم صيود والمحاولة لكنها مستخلصة باللقطة الماضية، تصل من الطرف الأيسر، تترك إلى رمية جانبية بهذه اللحظات. وبعد ذلك الوصول على الطرف الأيمن، هنا النقلة عن طريق ناثان نانغولو تصل لمصطفى عبد الجليل، نقلة من الطرف الأيسر. بعد ذلك عالية الكرة على اليمين، هنا الاستلام عن طريق اللاعب أحمد نعيم يرسلها عالية بهذا التوقيت، رأسية اصطدت عادت للخط الدفاعي بهذا التوقيت من الطرف الأيمن. هنا المحاولة اللي لا زالت بهذا التوقيت، وبعد ذلك الكرة العالية الرأسية اللي تحولت بوسط الملعب. وهنا عملية الاسترداد للبحث عن انطلاقة لفرسان المملكة، للبحث عن الوصول، لكن الكرة تحولت إلى ناثانيل فقار عبد من اليسار. فقار يحاول الأسمراني، وبعد ذلك استرداد الكرة تحولت من خلالها إلى ضربة ركنية على ما أعتقد، مع احتجاج من زين العابدين رائد. والكرة تحولت إلى خارج الملعب. هذا فقار عبد، أعطاء الفرصة المدرب السابق حسن أحمد، وقدم مباريات جيدة. وبعد ذلك الآن يلعب بصورة أساسية برفقة المدرب علي عبد الجبار. كرة تعود الآن بانتظار المتابعة. ديمي داوود خطيرة الآن، لكن تترك إلى خارج الملعب. الكرة تحولت إلى خارج الملعب بهذا التوقيت، ومع احتجاج من القائد حسين مطر والحديث اللي كان موجود. وهنا الابتسامة الحاضرة، والدقيقة 55 بهذا اللقاء. هدفين لنفط ميسان لا شيء النجف. نذكر بأن النجف قادم من خسارة ثقيلة أمام فريق الكرخ ب5 أهداف مقابل هدفين، اللي سجل حسين ظافر وأيمن لؤي. وبالنسبة لنفط ميسان هو قادم من انتصار بنفس النتيجة اللي خسر بها النجف
5 أهداف مقابل هدفين. سجل بتلك المباراة هدفين للاعب نسيم صيود، وديمي داوود كذلك سجل، وفقار عبد ورضا محمد. المباراة الثانية على التوالي يسجل ديمي داوود، واليوم يسجل ثنائيا وهو نجم اللقاء حتى هذه اللحظة، وبذلك لا زالت المباراة لم تنتهي. هنالك الكثير من الأشياء، ممكن نشاهد المزيد من الأهداف. هنا ضغط من نفط ميسان، عملية استرجاع الكرة ممتازة وتصل من الطرف الأيمن. المحاولة هنا نسيم صيود التونسي يمرر من اليمين، لا زالت قائمة من الطرف الأيمن. بعد ذلك الاسترداد، عملية استعادة الكرة، وهنا تصل من الطرف الأيسر. بعد ذلك لفريق النجف، هنا الانطلاق للأبيض بكرة عالية تحولت من اليسار. بعد ذلك الدوران من اللاعب مصطفى عبد الجليل أو زميله باللقطة الماضية، لكنها تحولت إلى رمية جانبية. هذا حمزة عدنان اللي كان باللقطة الماضية. حسين مطر، جماهير الميسانية بدأت بالاحتفالات، لكن هل هي مبكرة هذه الاحتفالات؟ كرة لا زالت لفريق النجف، تبادل التمريرات، تبادل النقلات. هنا الكرة اللي لا زالت من الطرف الأيسر، عملية البحث والدوران للوصول إلى الزملاء بكرة عالية لكن بعيدة على أحمد نعيم، تحولت من خلالها إلى خارج الملعب. سلامات، لقطة الاعتذار أيضا حاضرة من اللاعب سجاد رعد. هنا اللقطة، هذه اللقطة. سجاد رعد ولاعب فريق نفط ميسان، أنا ما أعتقد زين العابدين أو عفوا إبراهيم عبد الكريم، ضياء فالح. وبذلك الآن ينهض من أجل المتابعة اللاعب إبراهيم عبد الكريم. استئناف اللعب، والكرة اللي لا زالت بهذا التوقيت عن طريق فقار عبد، يتركها الآن. تمريرة لا زالت لخلق المساحات. فقار عبد زاد بالسرعة، ديمي داوود قريب جدا يطلب الكرة. ديمي داوود اللي لا زال يمرر والبحث عن هدف ثالث إلى نسيم صيود من اليمين. تسديدة لكن مرت هذه التسديدة إلى خارج الملعب. نسيم صيود هي اللقطة الماضية الذي تحولت إلى خارج الملعب. نظرات لا زالت متواجدة ولحظات صعبة يعيشها فريق النجف. هذه لقطة الإعادة، كان قريب جدا اللاعب نسيم الصيود من الوصول إلى هدف ثالث بهذا اللقاء. لازلنا نشاهد، والكرة اللي تحولت من اليسار، عملية الإبعاد اللي لا زالت متواجدة بهذا التوقيت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. هل هنالك تغييرات قادمة بالنسبة لفريق النجف؟ نور المصطفى غانم سيشارك بهذا اللقاء. أعطاء الفرصة للاعبين الشباب بالجولات الأخيرة. أيضا هنا ديمي داوود بالواحد على واحد، يبحث ديمي داوود بالتركيز على الله على السنغالي. خطيرة الكرة لكنها اصطدت، وبعد ذلك تعود إلى الطرف الأيمن. عملية الدوران مع الكرة للبحث عن المساحات. رمية جانبية بهذا التوقيت. عملية إجراء التبديلات، نور المصطفى غانم ومؤمل أحمد هم من سيشاركان. أول المغادرين على ما يبدو حمزة عدنان، أيضا مؤمل ونور المصطفى غانم. حمزة عدنان وزين العابدين. هكذا هي التغييرات. تلعب الكرة من الطرف الأيمن، بعد ذلك الاستعادة إلى أمجد رحيم، يريد المحافظة على نظافة شباكه
بهذا اللقاء. 60 دقيقة مرت، نصف ساعة متبقية على نهاية الوقت الأصلي، ولا زال نفط ميسان متقدم بثنائية نظيفة على فريق النجف. وبذلك الكرة تعود الآن برأسية لا زالت بوسط الملعب عن طريق ديمي داوود، لكنها تعود بهذه اللحظات. هنا الانطلاقة، هنا المساحات، هنا تحويل اللعب من الوسط إلى اليمين، وبعد ذلك التحضير اللي لا زال متواجد. أحمد نعيم تمريرة ممتازة للبحث عن المساحات لفريق النجف. الآن بدأ يتحرك، العرضية السريعة لكن مرت بصورة قريبة جدا باللقطة الماضية على مرمى الحارس أمجد رحيم، من الحراس الممتازين. أمجد رحيم قادم من الكهرباء، قبل النجف، عفوا قادم من النجف، قبلها الكهرباء، وأيضا كان حارسا للنفط ونفط ميسان سابقا، القوة الجوية، الشرطة، من بدايات مع السفانة، مع الميناء. إذن هكذا هي التغييرات، وهكذا هي خيارات المدربين. والكرة تنفذ بركلة مرمى عن طريق الحارس أمجد رحيم من الطرف الأيمن. هنا بالكعب، الله 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 على اللقطة، الله على التمريرة، وبذلك الكرة تحولت إلى خارج الملعب. رمية جانبية، هنالك تغييرات قادمة يجريها مدرب نفط ميسان علي عبد الجبار بمشاركة اللاعب جعفر ناصر. هكذا هي الخيارات، مغادرة اللاعب علي لطيف ومشاركة اللاعب جعفر ناصر، من اللاعبين الشباب ايضا الممتازين. جعفر ناصر يشارك الان، علي لطيف يغادر، تلعب الكرة من الطرف الايمن، تبادل التحية ما بين علي لطيف وعلي عبد الجبار، وبذلك الكرة لا زالت من الطرف الايمن. هنا النقلة الى ديمي داوود، بعد ذلك استرجاع الكرة لسجاد رعد. سجاد رعد يرسل الكرة من اليمين، محاولة للغزلان لكنها مقطوعة سريعة الى وسط الملعب، تعود الى كريست كوفاما اللي صنع الهدف الثاني بصورة ولا اروع. ديمي داوود الان نجم اللقاء، يقدم مهاراته، يستعرض ذكاء بهذه المباراة. كرة تعود الآن، تبادل التمريرات، هذا ما يريد فريق نفط ميسان، أن يبقى محافظا على هذه الكرة، أن يتبادل التمريرات، أن يبقى مستحوذا ومسيطرا على أجواء اللقاء، هذا ما يريد المدرب علي عبد الجبار. وبذلك الكرة تصل من اليسار، هنا النقلة إلى الخط الدفاعي عن طريق القائد حسين مطر اللي يختار أن يعود إلى الحارس أمجد رحيم. ناثانيل نقولو الكاميروني بكرة سريعة تحولت من اليمين، وبعد ذلك إلى رمية جانبية. رمية جانبية بهذا التوقيت، وعملية الانتظار لإرسال هذه الكرة تلعب بوسط الملعب، وبعد ذلك تعود الآن عملية الدوران مع الكرة، هذا ما يريده كريست كوفاما، لكن ناثانيل يختار عودة إلى حارس أمجد رحيم، أكثر استحواذا، أكثر سيطرة، أكثر هدوءا، أكثر تمركز لاعبين نفط ميسان من لاعبين نجف. وبذلك تعود الآن مرة أخرى بوسط الملعب، عملية البحث عن المساندة الهجومية. فقار عابد يتركها من الطرف الأيمن، نسيم صيود يبحث، يمرر الآن سريع، لا زالت انطلاقة، لكن عملية استرجاع الكرة بصورة ولا أروع عن طريق لاعبي فريق النجف. تعود الكرة الآن من اليمين، ومعها أحمد نعيم يرسل الكرة بهذا التوقيت بوسط الملعب. كما تعلمون لقاء الميناء وزاخو اللي يقام بنفس التوقيت، يتقدم من خلاله فريق زاخو على الميناء بهدفين مقابل لا شيء. هنا محاولة للنجف من بعيد، تسديد، الله، رغم مرارة الهبوط النجف يقول كلمة هدف يحمل معه شعار الكبرياء، ويا له من هدف، ويا لها من تسديدة جميلة جميلة ولا أروع
باللقطة الماضية. نعم البديل مؤمل أحمد للتو شارك قبل لحظات. الله عليك يا مؤمل، الله عليك يا مؤمل. شوف هوب هدف ولا أروع، هدف ولا أروع من مسافة بعيدة وبدقة وتصويبة ولا أجمل من مؤمل. نعم اي نعم اي نعم النجف وغزلان البادية، وهدف جميل آخر جولات هذا الموسم، وبذلك من أجل أن يتركون ذكرى جميلة، من أجل أن يعلمون تماما من هو النجف. مؤمل أحمد شارك كبديل، سجل هدف ولا أروع. والآن تزداد الصعوبات على نفط ميسان، الآن تزداد الصعوبات على فرسان المملكة. الفارق هدف واحد، ممكن يعدل النجف بأي لحظة. هنا كرة تعود من الطرف الأيمن، لذلك المسؤولية أصبحت أصعب على فرسان المملكة. هدف ولا أجمل، سجل البديل مؤمل. هنالك بطاقة على ما يبدو، بطاقة صفراء على لاعب فريق النجف. كان هنالك احتجاج على ما يبدو. أحمد نعيم، اي نعم أحمد نعيم يتلقى البطاقة الصفراء بالدقيقة 67. سلامات للاعب فريق نفط ميسان. تغيير قادم، مصطفى محمد سيشارك بهذه اللحظات. كان لاعبا لرفسنجان الإيراني، لعب الزورال، القوة الجوية، الديوانية والشرطة والقاسم. إذن الضربة ركنية الآن. من سيغادر؟ هل هو مصطفى عبد الجليل أو ناثانيل نقولو؟ لا هذا ولا هذا، لا مصطفى ولا ناثانيل. اللي غادر إبراهيم عبد الكريم. إبراهيم عبد الكريم يغادر ويترك مكان الآن لمصطفى محمد. يشارك مصطفى محمد بهذا التوقيت، وبذلك الكرة إلى ضربة ركنية الآن، تلعب وتنفذ داخل منطقة الجزاء. الرأسية خطيرة، ومصطفى زهير يتصدى على مرتين. لا زالت الكرة قائمة وخطيرة. الله، مرور وتلاعب وتسديد والكرة والتصويب. يا ساتر يا ساتر يا ساتر على هذه الهجمة الجميلة. والأروع كان الحارس مصطفى زهير. مصطفى زهير تألق وتعملق وحرم نفط ميسان من هدف ثالث. شوف هي بدايتها من هذه الكرة برأسية مثالية تصدى لها مصطفى زهير، وبعدها تصويبة أيضا من اللاعب محمد سلام لم تصل إلى المرمى. نسيم صيود حاول من خلالها. الرأسية بدأت عن طريق القائد حسين مطر، لكنها مرت في اللقطة الماضية. لا زالت قائمة الآن، ومصطفى زهير يبعد الخطورة على مرمى فريقه مرة أخرى. أول لمسات مصطفى محمد تصل إلى كريست كوفاما نقلة من اليمين. مصطفى محمد العرضية اللي وصلت بها وسط داخل منطقة الجزاء. الآن هنا الكرة، هنا المحاولة، لكنها تعود لفريق النجف. تمريرة لا زالت من اليسار. الآن الشوط الثاني أفضل وأمتع من شوط اللقاء الأول. شاهدنا أمور كثيرة تغيرت، والنجف للتعادل، رضا فاضل للتعديل والتسديد، لكنها مرت من هداف الفريق رضا فاضل. وسط حيرة من مصطفى عبد الجليل، كيف تركت هذه المساحات. الانتظار. شوف هذه لقطة الإعادة اللي وصلت للاعب رضا فاضل. يمتلك 7 أهداف يمتلك هذا الموسم مع النجف. سبق اللاعب للنفط، للجوية، لأمانة بغداد، ولعب لفريق كربلاء. 70 دقيقة مرت مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. إذن مرت 70 دقيقة و20 دقيقة أخيرة متبقية
من عمر اللقاء ديمي داود استعادها بهذا التوقيت ويمرر الفكرة ممتازة لكن لم تصل، والأقرب الخط الدفاعي. نقلة لأحمد نعيم، يتحصل على المخالفة أحمد نعيم. متوتر أحمد نعيم، قبل لحظات تلقى على بطاقة صفراء. والآن هذه اللقطة أمام اللاعب محمد سلام عناد، أعصاب وتوتر. شوف نظرة محمد سلام عناد، بعدها تمالك نفسه وتراجع إلى الخط الدفاعي. ضبط النفس من أهم الأشياء أن تكون عند لاعب كرة القدم. وبذلك تعود الكرة الآن من الطرف الأيمن. النجف يحاول التعديل النتيجة، هذا ما يريد الغزلان، هذا ما يريد الغزلان. أحمد نعيم تمويه ولا أروع، لا زالت قائمة من اليسار الآن. هذا سجاد والكرات العالية خطيرة، وأمجد رحيم، أمجد رحيم يصل إلى الكرة أولا، يصل إلى الكرة أولا أمجد رحيم في هذه اللقطة اللي أمامك بالصورة. وبذلك لا زال الانتظار. هنا عملية التحضير، وبعد ذلك تصل إلى اللاعب مصطفى محمد، مصطفى محمد وعملية التغيير، وبعد ذلك إرسال الكرة والدوران والصافرة والمخالفة اللي يؤكدها حكم اللقاء محمد صلاح. سلامات، سلامات لكلا اللاعبين. سجاد رعد ومحمد سلام. هذه هي اللحظات الصعبة والحساسة اللي يعيشها فريق نفط ميسان رغم أنه متقدم، يعلم تماما بأن الانتصار مهم جدا له بهذا اللقاء. لازلنا نشاهد الآن كرة بوسط الملعب بهذا التوقيت. مصطفى محمد بكرة تعود مرة أخرى لمصلحة حارس المرمى أمجد رحيم. عملية تغيير اللعب وتبادل التمريرات، هذا ما يريده أمجد رحيم ولاعبي الخط الدفاعي بهذه اللحظات. كرة تصل الآن من اليمين، وبعد ذلك عملية إيجاد المساحات، هذا ما يريده فرسان المملكة. والكرة إلى رمية جانبي، حديث من علي عبد الجبار. بهذه اللحظات مصطفى محمد على التنفيذ، من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة. كرة تصل من الطرف الأيمن، هل يرسل العرضية؟ لا، هو تأخر وفيها راية ومخالفة لفريق النجف، مخالفة لفريق النجف بهذا التوقيت. عملية البحث عن التعادل للنجف والبحث لهدف ثالث لنفط ميسان، يعني يمتلك خيارين نفط ميسان، أما أن يبحث عن الثالث أو يبقى محافظا على هذه النتيجة. وبالنسبة للنجف يبحث عن هدف التعادل، أو ممكن قلب الأمور قلب الطاولة، كل شيء وارد. هذه كرة قدم، متبقي تقريبا 16 دقيقة على النهاية. كرة تعود الآن من مصطفى عبد الجليل، عالية الكرة، رأسية وارتقاء، لكنها تصل من الطرف الأيسر عن طريق اللاعب ندوكو جونيور اللاعب النيجيري إلى أحمد نعيم. شاهدنا هذا الموسم اللي تأهلوا من الدوري الممتاز الموصل والغراف وأمانة بغداد بعد هبوط الحدود ونفط البصرة وكربلاء. أما الموسم القادم أول الواصلين هو فريق الجولان. لا زال الصراع ما بين غازي الشمال والحدود وكربلاء للعبور والوصول إلى دوري النجوم. حتى اللحظة رسمية بصورة رسمية فريق الجولان أول المتأهلين، وهنا القاسم والنجف هبطوا رسميا إلى الدور الممتاز، والباقي المركز الثامن عشر للعب مباراة البلاي أوف. هنا كرة تعود الآن، تلعب بصورة سريعة الآن للبحث عن هدف ثالث، هذا ما يريده الفرسان، لكن هنالك راية، هنالك راية يؤكدها حكم اللقاء. لا زلنا ننتظر ولا زلنا نشاهد، وتستمر الدقائق والثواني
بالانقضاء والمرور، ولا زال متقدما نفط ميسان بهدفي اللاعب السنغالي ديمي داوود. كرة لفريق النجف، تبادل النقلات، تبادل التمريرات. أحمد نعيم الآن من اليمين للبحث عن المساحات. أحمد نعيم، والكرة اللي اصطدت وغيرت مسارها بهذا التوقيت ديمي داوود. بعد ذلك تعود الكرة بداخل منطقة الجزاء، عملية تشتيت الخطر بهذه الأثناء، وبعد ذلك تصل من الطرف الأيمن. هنا انطلاقة لا زالت قائمة، فرسان المملكة لهدف ثالث من أجل الاطمئنان، هذا ما يريده العنابي، لكن استرجاع الكرة بصورة ممتازة من اللاعب أحمد نعيم بلقطة ولا أروع بالكرة الماضية. الله عليك يا أحمد نعيم، الله على أحمد نعيم وعلى استرجاع الكرة. شوف هو بذل مجهود بدني كبير باللقطة الماضية، وبعدها نعم قطع الكرة وحرم نفط ميسان من فرصة هدف ثالث. تغييرات قادمة بالنسبة لغزلان البادية، تغييرات قادمة. أولها اللاعب حسين ظافر، وعلى ما يبدو ويلمار كروز اللاعب الكولومبي. ننتظر الآن هذه اللقطة اللي مرت على اللاعب فقار عبد، وبعدها أحمد نعيم استعاد أو استرجع هذه الكرة. الدقائق تمر والتغييرات قادمة بالنسبة للنجف. هكذا هي خيارات المدربين بهذه الأوقات، يعلمون تماما بمدى صعوبة هذه الأوقات المتبقية. سندخل بالدقائق الأخيرة بعد لحظات. تتوقف المباراة الآن لالتقاط الأنفاس وشرب المياه، فترة الاستراحة، كولينج بريك. لا زلنا نشاهد، لا زلنا ننتظر. هل ينتصر نفط ميسان ويبقى متقدما؟ هل يعود النجف ويعدل النتيجة؟ تغيير قادم الآن، حسين ظافر بالرقم 69. هذه لقطة هدف التعادل لمؤمل اللي سدد من خلالها هذه التسديدة القوية والجميلة اللي باغتت حارس المرمى أمجد رحيم. استئناف اللعب لمشاهدة هذه الدقائق المتبقية. كرة تلعب بهذه الأثناء لفريق النجف، لكن الصافرة موجودة، مخالفة لنفط ميسان، مخالفة لمصلحة اللاعب كريست كوفاما. شوفها بالإعادة. البديل اللي شارك قبل لحظات ويليام أو ويلمار كروز، اللاعب الكولومبي ويلمار كروز. تلعب الكرة الآن، سجاد رعد هو من غادر، وأيمن لؤي، وشارك حسين ظافر وويلمار كروز. كرة تعود الآن فيها صافرة على ما يبدو، لكن لمصلحة فريق النجف. وسط احتجاج من اللاعب نسيم صيوط، أو نسيم صيوط اللي بدأ الموسم مع فريق النجف والآن يحتج على هذه اللقطة ويريد الانتصار مع فريقه. وكأن يعني خلينا نشوف هذه الكرة تحولت إلى خارج الملعب. أي نعم، نسيم صيوط يلعب أمام فريقه السابق وسجل لهم الأهداف، اليوم يلعب أمامهم، ولسان حال جماهير النجف يقولون تالي 0 ايدي ترد، بيدي زرعتك يا ورد والغير تلقى الرائحة. هذه فيها معاني كثيرة. ايضا تغييرات قادمة لنفط ميسان، 3 تغييرات على ما يبدو. سيشارك علاء سعد. مباراة الأخرى بنفس التوقيت، الميناء وزاخو، نتيجتها حتى هذه الدقيقة 2-1 لمصلحة زاخو.
علاء سعد سيشارك، وسجاد جبار، وكذلك رضا محمد. غادر كريست كوباما، وعلى ما يبدو ديمي داوود نعم يشارك القائد الآن سجاد جبار، ويغادر فقار. هنا نجم اللقاء ديمي داوود اللي سجل الثنائية. هذه لقطة كريست كوفاما وديمي داوود، والهدف الثاني اللي تقدم من خلاله النفط ميسان. شوف حركاته دائما مميزة، واحتفالاته أو احتفالياته خاصة ديمي داوود. ولم تنتهي المباراة بعد، لا زالت مستمرة، 9 دقائق متبقية على النهاية. كريست كوفاما وديمي داوود وفقار عبد هم من غادران، على ساعة سجاد ورضا محمد هم من شاركان. كرة تلعب بالوسط من الطرف الأيمن الآن لفرسان المملكة، يريدون هدف ثالث من أجل نهاية الأمور. وبالنسبة للنجف يبحث عن التعديل بآخر لحظات اللقاء. كرة تعود الآن من اليمين، سجاد إلى مصطفى محمد، نقلة لا زالت، أولى وثانية، الثالثة وين؟ الثالثة تصل، مصطفى محمد لا زال، وعملية البحث عن هدف ثالث بكرة عالية لكنها تحولت إلى كروز. ويلمار كروز الكولومبي، هل ارتكب المخالفة ووقع بالمحظور أو لا؟ خلينا نشوف الإعادة. هنا كرة ومحاولة، هنا انطلاقة للنجف، محاولة للنجف بخارج القدم، قدم له كرة جميلة لا زالت حاضرة الآن والرأسية، لكنها تتحول إلى خارج الملعب. مطالبة من لاعبي نفط ميسان بالعودة لتقنية الفيديو. لنشاهد، لننتظر هذه اللقطة ما بين ويلمار كروز والبديل رضا محمد. سلامات يا رضا. استئناف اللاعب الآن، سننتظر ونشاهد ماذا تخبئ لنا 7 دقائق الأخيرة المتبقية من عمر اللقاء. إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، هنا المباراة المؤجلة لحساب الجولة 30، ودورينا وصل إلى الجولة 37، ستنطلق يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى بأيام عيد الأضحى المبارك. هنا كرة تعود وتغادر إلى خارج الملعب. الأجواء اللي لا زالت يعني ممكن تكون فيها مفاجآت، ممكن. هنا كرة لمصطفى عبد الجليل، العرضية العالية الخطيرة، لكنها تعود إلى رمية جانبية. رمية جانبية بهذا التوقيت، وبعد ذلك ننتظر الآن تلعب بصورة سريعة من الطرف الأيسر، محاولة لا زالت. جماهير نفط ميسان تنتظر وتتأمل بأن تبقى النتيجة كما هو الحال من أجل أن يقفزون إلى المركز السادس عشر. رمية جانبية مصطفى عبد الجليل على التنفيذ بهذا التوقيت، تلعب من اليمين وبعدها تغادر إلى خارج الملعب. رمية جانبية بهذا التوقيت، عملية الانتظار والحديث اللي لا زالت موجودة. الكل على أعصابه، الكل على أعصابه، يعلمون تماما بمدى صعوبة هذه الدقائق الخمسة الأخيرة، ما عدا الوقت البدر ضائع، على ما يبدو سيكون 4-5. هنا الكرة العالية اللي تصل مصطفى محمد وعملية الإبعاد تصل لفريق النجف، رأسية للخط الدفاعي، نقلة من اليسار، جونيور أولى وثانية، مطالبة
اللعب بوسط الملعب. شوف الكثافة العددية اللي يتمتع من خلالها لاعبي نفط ميسان. هناك كرة تصل من اليمين انطلاقة، لكن الأقرب الخط الدفاعي، وبعد ذلك استرجاع الكرة وتبادل التمريرات. تصل من الطرف الأيسر، نقلة بوسط الملعب خاطئة من نفط ميسان، تعود لفريق النجف. انطلاق الآن، لكن هنا زميله يصلح الموقف اللاعب سجاد جبار. سجاد جبار هو من تدخل وأنقذ الموقف في اللقطة الماضية. وبعد ذلك رمية جانبية الآن، رمية جانبية بهذا التوقيت. أحمد نعيم ينفذ الكرة السريعة بهذه اللحظات والرأسية اللي عادت الآن. ها هنا النقلة، ها هنا الاسترجاع، ها هنا التحضير. مصطفى محمد لم يستطيع اللحاق بالكرة، لكنها لا زالت للنجف، لا زالت للنجف، لكن الأقرب على الطرف الله على التمويه على مرتين، ليست مرة واحدة فقط. وبعد ذلك إرسال الكرة السريعة، وهنا التدخل من الخط الدفاعي، يختار أن يعود إلى حارس مصطفى زهير، وبذلك الكرة العالية تنفذ بصورة سريعة. هذه لقطة الإعادة. رضا فاضل اللي كان محاصرا، هنا انطلاقه لنفط ميسان، القوة الجسمانية، والثالث لكن الراية موجودة، الراية موجودة باللقطة الماضية، وكانوا قريبين نفط ميسان من إضافة 3 أهداف هذا اللقاء. مرت الكرة باللقطة الماضية، وهنا الراية كانت موجودة على ما يبدو. نعم، الراية كانت موجودة على التنفيذ. الكرة تصل من الطرف الأيمن للحارس أمجد رحيم. أمجد رحيم كرة لنفط ميسان. الأمور لا زالت هذه الآن، تلعب بصورة سريعة من الطرف الأيسر. بعد ذلك البحث عن المساحات، هنا الرأسية، هنا تشتيت الخطر، هنا الإبعاد. لمسة اليد كانت موجودة. نعم، حكم اللقاء محمد صلاح قريب جدا من الحالة، يؤكد بأن هنالك مخالفة لمصلحة فريق النجف بهذا التوقيت. ننتظر ونشاهد الدقائق الأخيرة لنهاية اللقاء، آخر لحظات اللقاء. تلعب الكرة والرأسية اللي لا زالت الآن بوسط الملعب. هنا الانطلاق، هنا على سعد، هنا اليساري، هنا السريع، عالية الكرة، بعيدة بعيدة بعيدة. هذه الكرة أراد مباغتة حارس المرمى المتقدم مصطفى زهير، لكن كرة كانت بعيدة على سعد. وسط احتجاج وأعصاب والقاء اللوم على اللاعبين. ها هنا علي عبد الجبار يعلم تماما بمدى صعوبة هذا اللقاء وباقي اللقاءين القادمة. نفط ميسان الجولة 37 سيواجه القوة الجوية، والجولة الأخيرة 38 يواجه فريق الغراف هنالك بملعب الناصرية الدولي. عالية الكرة الآن، لا زالت المحاولات النجفية للوصول إلى التعديل، لكن آخر 30 ثانية تقريبا أو 35 ثانية لنهاية الوقت الأصلي. كم دقيقة سيقدم الطاقم التحكيمي كوقت بدل ضائع؟ وهنا المحاولة، رضا فاضل يتلاعب، يمرر أحمد نعيم، والرأسية وعملية الإبعاد اللي لا زالت قائمة بهذا التوقيت. هنا الرأسية لا زالت قائمة الآن، وبعد ذلك الكرة تحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية الآن، وبعد ذلك البحث عن نقلة لأحمد نعيم، دوران مع الكرة، وبعد ذلك انطلاق نسيم صيود. الآن التونسي يزيد بسرعة، 4 دقائق كوقت بدل ضائع يقدمها الطاقم التحكيمي لنهاية هذا اللقاء. الكرة لنفط ميسان، لا زالت المحاولات. هل هنالك هدف قاتل بهذه الأوقات؟
هل هنالك مفاجأة بهذه اللحظات؟ كل شيء وارد، هذه كرة قدم، لعبة المفاجآت. وهنا الارتقاء عاليا والسرعة اللي لا زالت. النجف بآخر اللحظات يشكل ضغط عالي. هذا ويلمر كروز اللاعب الكولومبي يبحث عن تمريرة، فكرتها ممتازة لكنها لم تصل باللقطة الماضية. مصطفى محمد يرسلها لنسيم صيود، وهنا للبحث عن هدف ثالث لنهاية اللقاء. هنا يبحثون عن الضربة القاضية. نسيم صيود لكن بعيدة يا نسيم، بعيدة يا نسيم صيود. ركلة مرمى للحارس مصطفى زهير. شوف يقول لهم 3 دقائق متبقية، حافظوا على النتيجة. اعصاب علي عبد الجبار بهذا اللقاء. مصطفى زهير يتركها للاعبة لتنفيذها. الدقائق الأخيرة. الكرة لمصلحة النجف. تبادل النقلات. عملية تغيير اللعب من الطرف الأيسر. محاولات أخيرة بهذه الأوقات الأخيرة المتبقية، وبعد ذلك رمية جانبية لمصلحة فريق النجف. رمية جانبية لفريق النجف ينتظر من خلالها بهذه اللحظات. شاهد أنا وإياكم، لم تنتهي المباراة بعد، لا زال هنالك الكثير وكل شيء وارد بهذا اللقاء. دقيقتان هي المتبقية، 120 ثانية. كرة تعود الآن بهذا التوقيت لفريق النجف، لكن الصافرة على ما يبدو كانت موجودة قبل الانطلاق. بطاقة صفراء مع يقدمها حكم اللقاء محمد صلاح، والاطمئنان على سلامة اللاعب كذلك. سلامات. هذه هي اللقطة اللي امامك بالصورة عزيزي المشاهد. على سعد اللي شارك كبديل يتحصل على البطاقة الصفراء. وهنا المخالفة الثابتة بوسط الملعب، تلعب عالية رأسية خطيرة لكن مرت على مرمى الحارس أمجد رحيم. مرت هذه الكرة على مرمى الحارس أمجد رحيم، وبذلك آخر لحظات اللقاء، آخر ثواني اللقاء. ننتظر هذه الثواني الأخيرة. أمجد رحيم يرسل الكرة العالية اللي تجاوزت خط المنتصف، وبعدها الخطوط الدفاعية. الآن الضغط العالي، هذا ما يريده. هنا جونيور اللاعب النيجيري، لكن مصطفى محمد باسترجاع الكرة بنقله لنسيم صيود من الطرف الأيمن. مصطفى محمد اللي لا زال يبحث عن العرضية. الكرة اللي لا زالت عالية الآن من الطرف الأيسر. محاولة لفرسان المملكة والكرة اللي قطعت. وهنا انطلاقة، آخر هجمة باللقاء. رضا فاضل يمرر من اليسار، انطلاقة للغزلان. انطلق الغزلان يبحث عن التعادل بآخر لحظات اللقاء. الله على الاسترجاع، استرجاع الكرة ولا أروع. وصافرة الختام تصل. مبارك لنفط ميسان هذا الانتصار المهم. هارد لك لفريق النجف. أرجو أن أكون وفقت بالتعليق على هذا اللقاء. تقبلوا تحياتي. كان معكم المعلق حسين سمير، وإلى اللقاء.